يعني حاول يوهم الشعب المغربي على أنه قضية الصحراء الغربية انتهت بالاعتراف الوهمي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية. السلام عليكم متابعين قناه افغان تي في، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما كتعرفوا القناه ديالنا متنوعه، كنهضروا على بزاف المواضيع بالدارجه وحتى بالامازيغيه، وبغيت كاع نشكر متابعين قناه افغان تي في. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الرد اللي دار الخائن محمد رضي الليلي اللي كان مقدم الاخبار في القناه الاولى، وكان عايش معزز مكرم، وحاليا كنشوفوه في الديار الفرنسيه ولا في فرنسا. قال هو بلي راه انفصالي وكيتسنى الاستقلال اللي كيحلموا به الناس ديال البوليزاريو ولا الناس ديال الجزائر 50 سنه. ولله الحمد شفنا واحد الزخم ديال الاعترافات بالسياده المغربيه، ومؤخرا الجمهوريه الفرنسيه اللي اعترفت بالسياده المغربيه ولا اعترفت بالحكم الذاتي، دعمت الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. وغادي نشوفوا الرد الفعل ديال هذا الخائن هذا اللي كان صراحه في واحد الوضعيه ما تبغيهاش العدو. وكان فاش كان جا الرئيس الفرنسي لبلادنا، وكان هو اصلا كان عايش في فرنسا، وكان كيقول باللي فرنسا راه كتدعم الجمهوريه ديالهم اللي الوهميه اللي في عقلهم هما والجزائر، والعالم كامل كيقول هو باش كيقتلني انا، كيقول لك المجتمع الدولي. حنا بغينا القرار ديال المجتمع الدولي، وشفنا حنا دابا المجتمع الدولي تقريبا راه اش غنقولوا باللي راه في الامم المتحده كاينه 193 دوله على ما اظن، وتقريبا راه 100 اكثر من 110 تقريبا اكثر من 110 الدوله اللي كتعترف بالسياده المغربيه، وفيها الدول الكبرى. كتقولوا مثلا 5 الدول الكبرى راه تقريبا امريكا وفرنسا، وراه اعترفوا بالسياده المغربيه، وبزاف ديال الدول الافريقيه وجميع دول الخليج العربي. وبغينا نشوفوا الرد الفعل ديال هذا الخائن رضي الليلي اللي كان ضايع صراحه. كيف قلت لكم في جميع الفيديوهات اللي درت على هذا الرضي الليلي، قلت لكم اللي راه انتحر وهو راه بغا يرجع مازال للمغرب، ولكن راه المستحيل. علاش؟ حيت هو فاش خرج مشى حرق الباسبور ديال المغرب. اذا غادي نخليكم مع هذا الفيديو ديال الراضي الليلي ولا الرد الفعل ديال الراضي الليلي اللي كيقول لك انا راه صحراوي، واصلا هو راه من قلميم. والوالده ديالو غادي نشوفوا في نفس الفيديو، غادي نشوفوا الفيديو ديال الراضي الليلي، وغادي نشوفوا الوالده ديالو حتى هي مسكينه في واحد الفيديو فاش كتقول راه راضي الليلي راه مغربي وانا مغربيه، ومسكينه كتهضر بواحد الحرقه وهي كتقول بلي راها مغربيه. اذا غادي نخليكم مع هذا الفيديو ونرجعوا نكملوا معكم ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو. محمد الراضي ولدي يا ولدي. صح بقى كتواصلي معاه دابا؟ نتواصل معاه دابا، يامس تكلم معايا، ديما يتكلم معايا اول عمره، ومعادل ويرسل لي الحوايج ويرسل لي المسائل زوينه. ما قلتيش ليه هادشي اللي كديره ماشي معقول؟ قلتها له، ولكن قال لي امي هذاك الشيء على العلم، وولدي نطلب له مولانا يفرج عليا وعليه ويجيبوا لي سالم، والملك يطول عمره، والمغاربه كاملين يطول عمرهم ويهديهم ولدي. وانا مغربي وولدي مغربي، اسمع والله يهدي يا ولدي، الله يهديه والله يخليه لي، والله يطول عمره، الله يهديه والله يرد لي بيه. نطلب الله يرد لي بيه يا ولدي، راني نبكي الليل والنهار، وهي اللي خلى ولاده راهم. اهلا وسهلا. طبعا انتهت زياره ماكرون للمغرب، وانتهت مسرحيه محمد السادس في البرلمان، اللي يعني حاول يوهم الشعب المغربي على انه قضيه الصحراء الغربيه انتهت بالاعتراف الوهمي بالسياده المزعومه للمغرب على الصحراء الغربيه. جابوا الناس من القرى ومن المداشر القريبه، واستغلوا فقرهم واستغلوا حاجتهم مساكين، ومنهم من هددوه بعدم الحصول على قفة رمضان المقبل، وكاين منهم طبعا اللي خلاوه في الشارع، يعني بعد ما جابوه في النقل خلاوه مهمل في شوارع الرباط كيف شفنا في الفيديوهات.
صحافة الزبالة في المغرب طبلت وغيطت لهذا الأمر وكتبت ملي شفنا هذا الفيديو هذا ديال الام ديال محمد راضي الليلي وشفتوها مسكينه كيفاش كتهضر في البدايه ديال الفيديو، الله يكون في عوانها، وهي مسكينه راه كتقول باللي راها مغربيه، وجميع عائله راضي الليلي باللي راهم مغاربه وساكنين في الاقاليم الجنوبيه وصحراوه مغاربه، وكيفتخروا يكونوا تحت الرعايه ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله. ولكن هذا الراضي الليلي اللي ضحكوا عليه، نقول مسكين، راه ضحكوا عليه صراحه، وراه انتحر ومشى دابا للديار الفرنسيه ولا مشى لفرنسا، بقى تماك دابا. وراكم شفتوا كيفاش دايره حالته، حتى في الحاله ديالو راه مشى ليه الشعر وكان باين في وجهه باللي راه مكرفص غير في سميتو ديالو، راه مكرفص وخلى ولادو. حيت كنت درت واحد الفيديو وقلت بلي راه ولادو كاينين هنا، خلى ولادو، ولكن كاينين بعض الناس اللي كيقولوا لا راه ولادو عايشين بخير وعلى خير، راه كاينين في فرنسا. وشفنا حنا دابا الام ديالو كتقول في الفيديو بلي راه ولادو كاينين هنا، كاينين في الرباط. اذا الام ديالو كتقول بلي راه خلى ولادو خلاهم هنايا في الرباط. اذا راه كان هو مشى للبوليزاريو، واحد الوقت مشى لمخيمات تيندوف، قال لك بلي غادي يخدم في ديك القناه ديالهم بلا ما نذكر السميه ديالها، راكم كلكم كتعرفوها. مشى لتماك عاش واحد الوضع في البوليزاريوم، خا ديك الحراره ولقى الاجواء كيفاش دايره تماك، ولقمع وسميتو تقلع هو، ورجع بالباسبور الجزائري على ما اظن، رجع ثاني لفرنسا. حيت الا كان هو دائما كيقول لنا في الفيديوهات ديالو سميتو مخيمات العز والكرامه، الا كانوا هاد المخيمات العز والكرامه علاش ما تبقاش فيهم نتايا تعيش فيهم، يكفيهم العز والكرامه، علاش مشيتي دوزتي فيهم واحد 3 ايام وهربتي؟ وحتى الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو، حيت كاين بعض الناس الانفصاليين اللي كيكاليو عليه، حيت شي فيديوهات درتهم على هذا الشخص هذا، كنلقى التعاليق يقول لا راه عايش معزز مكرم في فرنسا، لا عايش. الا كانوا ولا في هذه المخيمات ديال تيندوف، الا كانوا هاد المخيمات تيندوف مخيمات العز والكرامه، علاش هرب منهم؟ علاش ما يمشيش هو يعيش فيهم؟ ياك مشى دوز واحد 3 ايام تماك وكيقول مع راسو الحراره هنا والعجاج وسميتو، وكيبين شي الناس مساكن في الوضعيه فاش عايشين. هو اصلا بين لينا الحقيقه ديال الناس اللي عايشين في مخيمات تيندوف، مشى صور تماك. دائما كنسمعوا مخيمات العز والكرامه، ملي مشى تماك شفنا الناس مساكن في واحد الوضعيه، شفنا لا اله الا الله وصافي. اذا كيف قلت لكم راه دابا حنا باقي ما عرفناش كيفاش غادي يطرا الراضي الليلي. دابا راه شاف بزاف ديال القنصليات وبزاف ديال سميتو كتحل في الاقاليم الجنوبيه، شاف واحد الزخم ديال الاعترافات بالصحراء المغربيه. ودائما كنقولوا وهذا الشيء راه غادي يبقى باللي راه الصحراء مغربيه وغادي تبقى مغربيه، وتحت الرعايه ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وكلكم شفتوا هذا الخطاب ديال جلاله الملك اللي دار بالمناسبه ديال الذكرى 49 ديال المسيره. اشنو قال؟ بلي راه كاينين الناس اللي كيستغلوا قضيه الصحراء باش غير يخبيو دوك المشاكل اللي عندهم هما في الدوله ديالهم. اذا راه باين اش من دوله علاش كيهضر جلاله الملك محمد السادس نصره الله. اذا اخوتي خواتاتي كان هذا هو موضوعنا. شفنا هذا الفيديو ديال الخائن الراضي الليلي فاش شاف بعد زيارة الرئيس الفرنسي اللي دارها لبلادنا والاعتراف ديال الجمهورية الفرنسية بالسيادة المغربية في الصحراء. اذا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ونتلاقى في الفيديو الجاي مع موضوع اخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء.